شرع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة في التفاوض مع التقني الفرنسي هيرفي رونار من أجل تدريب المنتخب الوطني الجزائري. فالرجل الأول في الفاف لا يريد تضييع أي فرصة في الرحيل المحتمل للتقني الفرنسي عن العارضة الفنية للمنتخب المغربي الذي فشل في التأهل إلى المربع الذهبي من كان الجابون. هذا ويرغب روراوة الفصل في مستقبل العارضة الفنية للخضر في أقرب الآجال، وبالتحديد قبل شهر مارس المقبل موعد إجراء الجمعية العامة الانتخابية للفاف، بالإضافة لعزم الرجل القوي في مبنى دال إبراهيم تعيين مدرب قوي لكتيبة المحاربين حتى يشرف على التشكيلة الوطنية التي تنتظره مباراتان ودية أمام المنتخب السوداني في نفس الشهر. هذا وأعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الإلكتروني عن فتح باب الترشح من أجل شغل منصب مدرب المنتخب الجزائري للاعبين المحليين. وسيشرع المنتخب الجزائري للمحليين في التحضير لتصفية بطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2018 والتي تقام دورتها النهائية بكينيا بين 11 جانفي و2 فبراير 2018، وتنطلق التصفيات في السدس الثاني من سنة 2017. الفاف قالت إنه على المدربين الجزائريين الراغبين في الترشح لمنصب مدرب منتخب المحليين إرسال ترشيحاتهم قبل تاريخ 15 فبراير. إلى ذلك قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فتح مناقصة لمدة شهر ونصف من أجل انتداب ناخب وطني جديد للمنتخب الأول ولجنة خاصة لجمع الترشيحات المتعلقة برئاسة الفاف. أكثر تفاصيل في هذا التقرير الذي أعده إبراهيم أمدب. قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فتح مناقصة لمدة شهر ونصف من أجل انتداب ناخب وطني جديد للمنتخب الأول، وذلك استعدادا للاستحقاق الهام الخضر المتعلق بمونديال روسيا. المكتب الفيدرالي للفاف الذي سيجتمع في 11 من هذا الشهر الداخل سيعمل على تنصيب لجنة خاصة لجمع الترشيحات المتعلقة برئاسة الفاف، فيما لا يزال الغموض يحوم حول نية ترشح الرئيس الحالي للفاف محمد روراوة الذي قد يخلي الحلبة هذه المرة لمنافسيه على كرسي مبنى دال إبراهيم. يبقى سسبانس هذه الانتخابات التي غير نظامها من رفع الأيدي إلى وضع أظرفة في الصندوق تحمل معها مستقبل المنتخب الأول الذي ضيع المباراة الودية شهر مارس أمام السودان لتجرى المقابلة بالمنتخب المحلي. هذا ودفع اللاعب الدولي والسابق لاتحاد خنشلة نبيل القاسمي عن رئيس الفاف محمد روراوة مؤكدا أن كارثة الجابون سببها محدودية المدرب البلجيكي جورج ليكانس، ودعا في نفس الوقت إلى ضرورة التعاقد مع مدرب جزائري لكونه الأنسب لقيادة الخضر. التصريح في ميكروفون الزميل سهيل شطب. الحاج روراوة باش نكونوا سعداء ونكونوا هذاك ما نقولوش ما خدمش، خدم الحاج روراوة. لا سول ايرور سي دافوار رامي سيت اونترينور كي نو ميريت با لالجيري. فهمتني، احنا مستوى كبير وبعد عليه ياسر خلاص. هذه يعني بصراحه يعني كلاعب دولي سابق تسمحوا لي الكلمه نتاعي الاخيره نقول باذن الله ان شاء الله لازمنا درك نشمروا كما يقولوا والدينا، ولازم نخدموا بولادنا ونخدموا بلو ستاف تكنيك نتاعنا. لونترينور تاعنا لازم يكون مايدين الجيريا.